كما هو معلوم أي مدينة تصنف وشهرتها تقاس بعدد الأنشطة الثقافية والفنية اللي كتكون في هذه المدينة، وبالتالي أي نشاط، أي قاعة كتكون فيها واحد النشاط ثقافي وفني فهذا ربح المدينة. أي مبادرة، لنا سمعنا بعض النقد على مهرجان اللي منظمه الجماعة، أنا لا أتفق. الموقع ديال سوق الغزل هو تراث له تاريخ كتفيه الدلالة، اليوم كنحيوه بأنشطة ثقافية. أولا فيها مشاركة ديال الفرق اللي جالسة مسكينة إلا ما خدمتش راه ما عندها فين تخدم، إذن هذه فرصة اللي كتشتغل فيها، ولكن ما تكونش انتقائية، يعني خص يكون واحد العدل في اختيار المشاركين. وهذا أنا نتمنى أنه تكون سلا يوميا واحد 4-5 الأنشطة، ماشي يوميا نشاط، وبهذا غنعطيو قيمة للمدينة ديالنا إن شاء الله من ناحية ماشي الثقافية والفنية بل من الناحية السياحية، وهذا هو المراد. الحمد لله احنا في مجلس العمالة ما عندناش هذا الاختصاص، هو اختصاص حصري للجماعة، ولكن رغم هذا كنقوموا ببعض المبادرات البسيطة لتنشيط المدينة ولتشغيل الفنانة في